كشفت صحف رياضية إسبانية عن سعي المملكة العربية السعودية الدؤوب لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال مقابل 300 إلى 350 مليون دولار، وفق ما نقله موقع الحرة الأمريكي. وقالت الصحف إن السعودية تتمكن بذلك من لفت أنظار العالم من خلال مواجهته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بدأ عقده مع نادي النصر، إلا أن المساعي السعودية ربما تحدها عرقلة قطرية، في إشارة لملكية باريس سان جيرمان، وفق ما ذكرته الخليج أونلاين. وتؤكد صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية في تقرير لها أن نادي الهلال المنافس المحلي لنادي النصر مهتم بالتعاقد مع ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الذي حصد منتخب بلاده كأس العالم لكرة القدم 2022. وتلفت إلى أن النادي السعودي على استعداد لجذب الفائز بكأس العالم 2022 إلى البلاد، بعد أن تمكن منافسوه من اجتذاب رونالدو في صفقة لمدة عامين بعد أن انفصل عن مانشستر يونايتد، لكن الأنباء تفيد بأن ميسي وباريس سان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقدهم، وفق ماركا.